حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم الجزء ال 14 من ملخص المسلسل التركي الزوجة الأخرى. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند سما لما اتضايقت من مدح أرتام في جيلان بعد ما عرف إنها تبقى مرات كران، ولما بتحس جيلان إن كران اتضايق لأن أميرة عرفها إنها مراته لأرتام بتكون عاوزة تصلح الموقف، لكن كران ما بيديهاش الفرصة دي وبيأكد المعلومة لأرتام وبيقول لها استنيني في المكتب يا حياتي. فسما بتغلي أكتر وكران بيوصل أرتام للباب وبيرجع لأميرة وبيقول له أنت إيه اللي خلاك تقول لأرتام إن جيلان تبقى مراتي؟ فبيقول له أمير أنا عملت كده عشان مصلحة الشركة، وبعدين لو عاوز تغضب من حد يبقى تغضب من جيلان لأن هي اللي لبست الخاتم وجت. فبيمسكوا كران من قفاه وبيقولوا لو اتدخلت في اموري الشخصيه تاني مش هرحمك ابدا، وبيسيبه ويمشي. فبتستلم سما امير وبتقول له انت ازاي تعمل كده يا بني ادم انت؟ وبيقول لها امير ايه يا ستي غلطت غلطه غير مقصوده، مش كفايه كران عليا ولا ايه؟ فبتسيبه سما وبتروح تطلع عفارتها على جيلان وبتقول لها انت فاكره عشان لبست الخاتم بقيتي مرات كران؟ لا يا ماما ده انت مجرد ضره حقيره. وجيلان بتقول لها اللي حصل كله ما كانش مقصود على فكره. وسما بتقول لها الكلمتين دول تضحكي بيهم على حد غيري لانك شيطانه وكل حاجه بتعمليها بتكوني مخططه لها كويس قوي. وبيدخل كران عليهم وبيهدي سما وبيسال جيلان على هدفها من ورا لبسها للخاتم، وجيلان بتقول له انا ما كنتش اقصد حاجه. وكران بيقول لها طب استنيني بره. وبتقول سما لكران اللي بيحصل ده غلط. وبيقول لها كران انت عاوزه ايه يعني؟ نكشف نفسنا قدام ارتام عشان ترتاحي؟ شراكه ارتام كانت حلم صالح وانا هعمل اي حاجه عشان احقق حلمه ومش عاوز اي مشكله على العشاء. وبيسيبها ويمشي وبتكون سما هتموت من الخنقه. وهنا ليلى بتفضل تبص لفريد بقهره وجونجا بتفضل تتكلم بفرحه علشان فريد اعترف لها بحبه، وفريد بيكون هيموت من نظرات ليلى له لكن بيحاول يتماسك عشان يحميها. وليلى بتتغاظ وبتضرب فريد بالقلم وبتقول لاختها القذر اللي انت فرحانه انه قالك بحبك ده عرض عليا الجواز امبارح. وبتقول لها جونجا فريد قال لي على فكره لانه كان بيهزر معاكي علشان يفكك يعني لانك كنت زهقانه. وبيقول لهم مصطفى ده واحد محتاج وبيلعب بمشاعركم انتوا الاتنين. وجونجا بتقول له بلاش كلام فاضي ومن هنا ورايح اتعودوا على علاقتي انا وفريد لانكم هتشوفونا مع بعض كتير. وليلى بتبص لفريد بحزن وبتسيبه وتمشي، وفريد بيكون هيموت من نظرات ليلى له وبيقول لهم مصطفى جاتكم القرف على علاقتكم انتوا الاتنين. وبيروح ورا ليلى وبيوصل كران وجيلان على البيت وبيقول كران لجيلان انت وقعتيني في مشكله كبيره بسبب رسمتك ولبسك للخاتم ولازم تدفعي ثمن غلطتك دي وتتصرفي قدام ارتام على انك مراتي وما تجاوبيش على اي اسئله مش متوجهه لي. وبترجع سما على البيت وهي مش طايقه نفسها وبتحكي لكدرت على كل اللي حصل. فبتقول لها كدرت بغضب مستحيل الشيطانه دي تقعد معانا على سفره واحده مهما حصل. وبيدخل كران وبيطلب من نادره انها تحضر عشاء مميز عشان جاي لهم ضيف مهم جدا وجيلان هتكون معاهم. ومامته بتقول له انت ازاي تسمح بكده؟ وكران بيقول لها الامور خرجت عن سيطرتي ولازم تتعاملوا كلكم مع جيلان على العشاء على انها مراتي لاني مش عاوز ارتام يشك في اي حاجه. وهنا مصطفى بيقول لليلى كفايه عياط والا هروح اضربه. فبتقول له ليلى اوعى تعمل كده وبتغلط نفسها لانه كتير نصحها انها ما تثقش في فريد لكن هي اللي ما سمعتش كلامه. وولشان بتتصل على فريد وبتقول له انا مراقبه ليلى. ومصطفى غضبان جدا وهي مش مبطله عياط. وفريد بيقول لها اعمل ايه بس؟ ما انا ما كانش قدامي حل تاني غير اني اجرحها عشان اقدر اثبت براءتها واوقع جونجا وارجع الذهب لخالي. وبيدوق فريد القهوه اللي جونجا عاملاها له وبيلاقيها مش حلوه ابدا فبيرميها من غير ما تشوفه. وهنا عائشه بتقول لنادره انا مبسوطه ان جيلان هتقعد على السفره لاول مره مع كران وعيلته بشكل رسمي. ونادره بتقول لها طب اسكتي بقى بدل ما حد يسمعك وتجيب لنا مصيبه. فبتقول لها عائشه ما اللي يسمع بقى انا اصلا بحب جيلان ومفيش حاجه هتغير ده ابدا. وبيدخل أرهان المطبخ بالطلبات وبيكون مش طايق نفسه لأن جيلان هتقعد على العشاء والكل هيتعامل معاها على إنها زوجة كران. وبتحاول نادرة إنها تهدي أرهان وبتقول له إحنا كلنا هنا عبد المأمور. وبتقول سما لكدرت اعملي اي حاجه والغي العشاء ده لاني مش هقدر اتحمل اللي هيحصل. فبتهديها كدرت وبتقول لها الموضوع مش سهل عليا انا كمان لكننا لازم نتحمل عشان سمعه كران وسمعه عيلتنا ما تتهزش في عالم العمل. وصدقيني بعد العشاء هخلي جيلان تندم على كل حاجه عملتها. وبتكون جيلان في الاوضه وخايفه وعائشه بتدخل عليها وبتقول لها استعدي علشان بتاع الميك اب جايلك بعد شويه. وبتقول لها جيلان انا مش عارفه ازاي همثل ان انا زوجة كران وان انا سعيده اصل انا ما بعرفش اكذب. وعائشه بتقول لها انت لازم تقدري
عشان الموضوع يعدي على خير، وبتوريها رسمة عالية رسمها لها وبتعبر لها فيها عن حبها وبتشجعها بكلامها عشان ترفع من معنوياتها. وبتدخل قدرت وبتزعق لعائشة وبتطلب منها تخرج بره، وبتقول قدرت لجيلان إياكي تنسي انت مين وانت هنا ليه، وما تتحمسيش قوي كده لأن دي أول وآخر مرة هتقعدي فيها معانا على سفرة واحدة. وهنا ليلى بترجع على البيت وهي دايخة من كتر العياط، وبيكون مصطفى مقهور علشانها وبيقول لها سيبيني اروح ادي الحيوان ده درس ما ينساهوش طول عمره. وبتقول له ليلى انا مش زعلانه منه، انا زعلانه من نفسي لاني اتخدعت فيه، ومش لازم اسمح له ان هو يلعب بمشاعر جونج اختي زي ما لعب بمشاعري. وبيقول لها مصطفى طب ارتاحي دلوقتي وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. بس مصطفى بيتوعد لفريد في سره، وبيكون فريد في القهوه ومش طايق جونجة لكن بيحاول يمشي اموره معاها عشان تنجح خطته. وبتتصل جولشان على فريد وبتقول له انا مستنياك في الحديقه، وفريد بيقول لها ماشي انا جايلك دلوقتي حالا. وبيروح مصطفى على القهوه وبيقول لجونجة فين الكلب حبيبك، وجونجة بتقول له انت عاوز منه ايه، ومصطفى بيقول لها عاوز اكسر عظمه بسبب اللي عمله في ليلى. وجونجة بتقول له انت مش هتقدر تلمس شعره منه، ولو مش مصدقني خليك مستنيه وهتشوف لما يجي هيعمل فيك ايه. وفريد بيطمن جولشان ان جونجة بقت في جيبه وقريب جدا هيعرف منها مكان الذهب. وجولشان بتقول له بس شكلك كده مش مبسوط، وفريد بيقول لها طبعا لازم اكون مش مبسوط لان اللعب بمشاعر واحده مش من اخلاقي، بس هعمل ايه انا مضطر. وبتتصل سما على امير وبتقول له زي ما بوظتلي الدنيا لازم تعمل اي حاجه وتلغي العشاء ده. وامير بيقول لها انا مش هحرك صباعي حتى، وقرار كران لازم كلنا نتقبله، سيطري على غضبك شويه لان الشراكه دي فرصه كبيره لمصلحه شركتنا ولو خسرناها مش هتتعوض تاني ابدا. وبتقول له سما ماشي هحاول، بس والله لا دفع اللي اسمها جيلان دي التمن غالي قوي. وبيقول لها امير عادي ليلتك وبيعملي اللي انت عايزاه فيها، وكمان يا ستي انا هكون في ظهرك. وبيكون كران قاعد في مكتبه متضايق وبيدخل جان عليه وبيلاقيه متعصب جدا، فبيهديه وبيقول له امير حكى لي كل حاجه وهو ندمان على كل اللي عمله، لكن اللي حصل حصل وخلاص وان شاء الله هتعدي على خير. وجنجة بتقول لمصطفى امشي من هنا بدل ما اطلب لك الشرطه، ومصطفى بيقول لها طب ويا ترى هتقول لهم جريمتي ايه، اني بحميكي وبحمي ليلى؟ وجنجة بتقول له يا سيدي احنا مطلبناش حمايتك، وانا ملاحظه بقى في الفتره الاخيره دي انك معجب بيا، اوعى يكون اللي بتعمله ده عشان غيران، لانك لو اخر واحد في الدنيا انا مستحيل ابص لك لانك مش من النوع اللي بيعجبني. وبيقول لها مصطفى غيرة ايه وكلام فاضي ايه، وانت مين اللي قالك اصلا ان انت كمان من النوع اللي بيعجبني؟ وبيسيبها ويمشي. وبيرجع فريد على البيت وهو طالع بيسمع ليلى وهي بتكلم صاحبتها سيما في التليفون، وبتقول لها انا حزينه قوي لاني سلمت قلبي وعقلي لفريد وصدقته، ده انا كنت خلاص هقبل طلب جوازه مني. وبيحس فريد بالحزن وبيقول في سره سامحيني يا ليلى وان شاء الله لما كل حاجه تتحل هنكون لبعض يا حبيبتي. وبتجهز سما نفسها للعشاء وبيظبطوا الميك اب لجيلان، وبينزل كران وبيسال نادره جيلان خلصت، وبتقول له نادره ايوه هتنزل بعد شويه. وبيوصل ارتام وكلهم بيرحبوا بيه، وبتنزل جيلان وبيتعامل كران معاها بكل رومانسيه قدام ارتام، وبيسلم ارتام على جيلان وبيمدح في موهبتها قدام قدرت، وبتقول له قدرت طبعا مرات ابني موهوبة طول عمرها. وبيقعدوا كلهم على السفرة وبتكون سما وقدرت متحملين وجود جيلان معاهم بالعافية. وبيقول مصطفى الليلة أنا قلبي مش مرتاح لأني ما ضربتش الزفت اللي اسمه فريد ده، ومش عارف إزاي أختك قبل إنها تكون معاه بعد كل اللي عرفته عنه. وليلى بتقول له مراية الحب عمية. وبتدخل جنجة عليهم وبيكون فريد معاها، فبيتعفرتوا مصطفى وليلى وبيتخانقوا معاهم، وبتقول لهم جنجة ده حبيبي ويجي وقت ما هو عاوز ويمشي وقت ما هو عاوز. وبتيجي الفريد رسالة فبينشغل بالرد عليها، ومصطفى بيقول له بقى انت سيدنا بنولع في بعض ومشغول بالتليفون، وفريد بيستأذن ويسيبهم ويمشي. وجنجة بتقول لمصطفى واختها لو وقفتوا في طريق حب تاني انا هقلب حياتكم الجحيم وما تنسوش ان بنت ابويا. وبيقول مصطفى الليلة تعالي معايا نروح ورا الكلب ده خلينا نكشف وشه الحقيقي لجنجة لاني متأكد انه رايح يقابل اللي بعتت له الرسالة. وليلى بتروح معاه، وكران بيلاحظ ان جيلان مش عاوزة تمد ايديها للاكل فبيحط لها اكل قدامها وبيقول لها كلي يا حبيبتي. فبيقول لهم ارتام ياه ده انتوا لاقيين على بعض قوي، وبيسالهم انتوا ازاي اتقابلتوا، فبيحكي له كران عن اليوم اللي شافها فيه وبيقول له انه وقع في حبها من اول نظره وده كان اكتر يوم هو محظوظ فيه. وبتقول قدرت لارتام فعلا من ساعه ما مرات ابني دخلت البيت ده وهي جابت لنا معاها الحظ والسعاده. فبيقول لهم ارتام بس اللي جمعكم هو القدر مش الحظ لانكم مكتوبين لبعض. وسما بتتضايق وبتقول لهم انا كمان القدر جمعني بجوزي المرحوم صالح، لكن جت واحده قتله وخاينه وحرمتني منه. وبتبص لجيلان فبيقول لها ارتام طبعا المرحوم صالح طول عمره معروف بسمعته الكويسه لكن ما حصلش نصيب اننا نشتغل مع بعض، بس بعد ما شفت رسمه جيلان شدتني جدا لشراكتكم. وبيطلب ارتام من نادره انها
تجيب له حاجة من عربيته. وبيفضل مصطفى وليلى ماشيين ورا فريد لحد ما بيشوفوه وبيقابل جولشان، وبعدين بيكشفوا له نفسهم. وبيقول له مصطفى قفشتك وانت متلبس، مين دي كمان يا ترى؟ حبيبتك هي كمان؟ وهنا أرتام بيشكر قدرت على استضافتها له، وبتجيب نادرة لأرتام الهدية اللي قال لها عليها. وبيقدم أرتام لجيلان الهدية بمناسبة جوازها من كران. وبتفتح جيلان العلبة وبتلاقي فيها عقدة ألماس وبيعجبها قوي، وبتشكر أرتام على ذوقه. وأرتام بيقول لها أنا هكون مبسوط أكتر لو شفت العقد وهو حوالين رقبتك. وبياخدوا كران وبيلبسوا لجيلان. وبيقول له أمير مش تبوس مراتك احتفالا بشراكتنا الجديدة اللي أصلا تمت بسببها. وكران بيبوس جيلان علشان أرتام ما يشكش في حاجة. وسما بتكون هي وقدرت هيموتوا من القهرة، وأرتام بيدعي الكران وجيلان بالسعادة الدايمة. وطبعا سما ما بتتحملش أكتر من كده، اوعي تبلعي ريقك لا تتسممي. وبتقوم علشان تقول كلمتين وكلهم بيكونوا قلقانين من رد فعلها، لكن سما بتسيطر على أعصابها وبتقول طبعا كران وجيلان زوجين لايقين جدا على بعض وربنا يسعدهم مدى الحياة. وبيفضل مصطفى يشتم في فريد، وليلى بتحاول انها تهديه وبتقول لهم جولشان ان فريد يبقى ابن عمي، وانا كنت عايشة بره ورجعت دلوقتي عشان اتطلق وعندي بنت وماليش حد هنا غير فريد، عشان كده كلمته يجي يقابلني. ومصطفى بيقول لها بطلي كذب بقى، كل ده عشان تحميه. وبتوصل جونجا وبتقول لمصطفى انت واجع دماغي برسايلك ليه؟ وبيقول لها مصطفى علشان تيجي وتشوفي الخاين اللي بتحبيه بيقابل مين ومن وراكي كمان. وبيقول فريد لجونجا ان جولشان تبقى بنت عمي واتطلقت وعندها بنت وملهاش حد هنا غير عشان تلجأ له. وبتأكد جولشان كلام فريد وبتقول لهم جونجا انا مصدقاكم. وبتقول لمصطفى وليلى بطلوا بقى تحشروا مناخيركم في اللي مالكوش فيه يا غيورين. وبترجع سما على السفرة وبتلاقي أرتام لسه بيتكلم في موضوع جواز كران وجيلان، وبتتغاظ أكتر. وقدرت عشان تقفل الموضوع بتقول لهم قوموا عشان نشرب القهوة في الصالون. وهنا جونجا بتعتذر لجولشان وبتقول لمصطفى وليلى ما تحاولوش تحشروا مناخيركم في علاقتي أنا وفريد تاني. وبيكون مصطفى عايز يتخانق معاها لكن ليلى بتسكته وبتاخده وبتمشي. وبتقول جونجا لفريد الحاجات اللي طلبتها أونلاين وصلت هروح استلمها. وبيقول فريد لجولشان انت ليه قلتي اننا ولاد عم؟ وبتقول له جولشان لو ما كنتش قلت كده كانت خطتنا هتتكشف، وبعدين بقى دي فرصة عشان اقدر اكون قريبة منك بحرية عشان لو احتجت اي حاجة. وبيقول لها فريد اياكي تعملي حاجة زي كده تاني من دماغك لاني ساعتها مش هتلاقيني هادي خالص. وبتقول جولشان في سرها وانا مستحيل اسمح لك تقع في حب ليلى يا فريد، يخرب بيتك هو انت كمان. وبيقول كران لأمير انت مين عشان تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ فبيقول له امير يا سيدي انا قلت لك تبوسها عشان تقنع أرتام بجوازكم لانه كان باين عليكم التمثيل وانا كنت خايف ان هو يشك في حاجة. وبيقول له كران ده تحذيري التاني ليك وصدقني لو دخلت في اموري تاني انا مش هرحمك ابدا. وبيسيبه ويمشي. وسما بتقول لامير على فكره بقى انا متحمله بالعافيه. وبيقول لها امير ولازم تفضلي هاديه كده لان احنا الاتنين في مركب واحده. وتاني يوم فريد بيلاقي جولشان بتخبط عليه وجايبه معاها شنطه هدومها فبيتعصب عليها وبيقول لها انت ايه اللي جابك؟ مش كفايه الموقف الصعب اللي حطيتيني فيه امبارح؟ وبتقول له جولشان انا اسفه لكن حصلت مشكله في بيتي وما لقيتش مكان اروح عليه غير هنا، لكن لو وجودي هيضايقك كده انا ممكن اشوف اي بيت تاني. فريد بيقول لها الامر مختلف واحنا اخوات فلازم نشيل بعض وقت الشده، اتفضلي ادخلي بس ارجوكي بقى تتصرفي بحذر لانهم اصلا بيشكوا فينا ومن غير اي حاجه فمش عاوزين غلط بسيط يدمر خطتنا. وبتقول له جولشان ما تقلقش. وبيفضل فريد يفكر في حبه الليله وبيدعي ان هو يلاقي حل. وبيفضل أرتام يتكلم عن رسمة جيلان وبيسأل أرتام جيلان انت كان ايه إلهامك أثناء رسمك الرسمة دي؟ وجيلان بتقول له أنا لما ببص لأي سجادة بحس إني شايفة قصة قدامي لأن كل خط ونقطة وشكل خيط بيمثل شعور بالنسبة لي. وبيقول لها أرتام وإيه القصة اللي انت كنت شايفاها وانت بترسمي نقشك؟ وبتحكي له جيلان قصتها باختصار لكن على انها اسطوره علشان ما يفهمش قصدها. وبيقول لها ارتام رسمتك عجبتني قوي وحسيت ان جواها حزن كبير بس معاه امل، ولو ما كنتش شفتك بعيني ان انت متجوزه راجل بتحبيه وسعيده معاه كنت اعتقدت ان قلبك بيتألم. وكران بيمسك ايد جيلان علشان شكلهم قدام ارتام وارتام بيقول لهم انا سعيد جدا باستضافتكم وبيستأذن عشان يروح ينام في فندق لانه عنده طياره الصبح. وقدرت بتقول له عيب عليك فندق ازاي وقصرنا موجود، انت هتنام عندنا النهارده. وكران بيأكد على كلام مامته وطبعا ارتام بيوافق وبيقول لهم اهي فرصه عشان اتكلم مع جيلان اكتر لانها دخلت قلبي قوي. يا راجل طب قول كلام غير ده. وبتدخل جيلان على عاليه وبتلاقيها بتعيط وبتسألها مالك؟
بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ وعالية بتقول لها ماما وحشتني قوي، خلينا ندور عليها ونرجعها على القصر تاني وما تخافيش عمي مش هيقول حاجة. وجيلان بتوعدها انها تاخدها لمامتها وبتهديها وبتخليها تنام. وسما بتكون بتتصنت عليهم من بره وبتمشي بسرعة لما بتلاقي جيلان خارجة. وقدرت بتروح لجيلان وبتقول لها يا شيخ انا كل ما بشوفك بفتكر مامتك عديمة الاخلاق وعديمة الاصل. وبتقول لها جيلان قولي عني اللي انت عايزاه لكن من فضلك ما تجيبيش سيرة امي. وبتقول لها قدرت انت مش هتعلميني اقول ايه وما اقولش ايه، واوعك تنسي انك مجرد ضرة هنا، وبمجرد ما تدينا روح مقابل للروح اللي خدتيها هنرميكي بره. وبتتصل سما على امير وبتقول انا عايزاك تخلصني من جيلان وعالية كمان في وقت واحد، وفكر وعرفني هتعمل ايه. وامير بيقول لها حاضر. وبيدخل كران على جيلان فبتخلع جيلان العقد وتديهوله وبتقول له انا اسفه لان كل ده حصل بسببي. وكران بيرمي العقد وبيقول لها بعصبيه فعلا كل حاجه حصلت بسببك انت، انا اتحرمت من اخويا بسببك وقلبي كل يوم بيتألم بسببك ومش قادر احضنك دلوقتي بسببك. وجيلان بتحزن وبتكون مش عارفة تتكلم. وبتدخل عالية عليهم وبتقول لجيلان انا شفت ماما في الحلم وحاولت اوصل لها لكن تهت ومعرفتش. فبيهدى كران وبيشيل عالية وبيقول لها ما تخافيش ده كان كابوس. وعالية بتترمى في حضن جيلان وبتقول لها ممكن انام معاكو؟ وجيلان بتقول لها طبعا ممكن وبتاخدها في حضنها على السرير. وعالية بتقول لكران تعالى انت كمان نام جنبنا. وفعلا كران بينام جنبهم لحد ما عالية بتروح في النوم. وبيقوم تاني وبيخرج كران يقعد بره قدام الباب وبيفضل يعيط من الحزن اللي جواه. وبتدخل جيلان المطبخ تجيب ميه فبتلاقي ارتام جوه بياخد الدواء وبيسألها ايه اكتر صفة ما بتحبيهاش في جوزك. وبيسمعهم كران وهو داخل المطبخ فبيقف بره يتصنت عليهم. وجيلان بتسأل ارتام انت ليه سألتني السؤال ده؟ وبيقول لها ارتام لانك مرات الشخص اللي انا هشاركه وما اعتقدش ان ممكن يكون في حد يعرفه اكتر منك، وبعدين مش ممكن تقولي لي حاجة تخليني أغير رأيي في موضوع الشراكة ده وأهرب منه. وبيمسك كران قلبه بإيده وبتكون جيلان من جواها نفسها كران يتغير ويصدقها ويثق فيها، لكن هي بتقول لأرتام إن أكتر صفة ما بحبهاش في كران إنه مثالي جدا زيادة عن اللازم وأنا مش زيه. وكران بيطمن وبيقول أرتام لجيلان الست اللي تقول كده على جوزها يبقى أكيد ست مثالية. وجيلان بتشكره وبتمشي. وتاني يوم الصبح عالية بتصبح على كران وبتقول له أنا عاوزة أنام معاكوا كل يوم. وبيقول لها كران انت نمتي معانا امبارح علشان شفتي كابوس وبعدين انت اقوى بنت في الدنيا ومش لازم تخافي من حاجة. وبتخبط نادرة وبتدخل تقول لكران الفطار جاهز والسيد أرتام موجود على الفطار تحت. وبيقول لها كران طب خدي عالية على اوضتها وانا نازل حالا اهو. وبتصحى سما على تليفون من امير وبيقول لها الخطة جاهزة وسما بتقول له تمام وبتقفل معاه وبتقول اخيرا هخلص من عالية وجيلان في ضربة واحدة. وبتجهز جيلان وبتنزل مع كران على الفطار وبيقول لها كران مع الأسف لازم نكمل لعبتنا. وبيمسك ايديها فسما بتتضايق جدا وبتبعت رسالة لأمير وبيكون قاعد جنبها وبتقول له فيها صبري بينفذ. وبيقول لها أمير معلش اتحملي شوية كمان. وبيقول أرتام لكران أنا جهزت عقد الشراكة لكن عندي شرط واحد. فبيقول له كران اتفضل قوله. وهنا جونجا بتمثل إنها تعبانة وبتقول لأختها ومصطفى إنها مش هتقدر تروح القهوة النهاردة وشوفوا حالكم انتوا بقى النهاردة من غيري. وأول ما بيمشوا بتقوم جونجا زي العفريتة وبتحط ميك اب بسرعة. وهنا أرتام بيقول لكران الشرط بتاعي هو إن مراتك جيلان تفضل ترسم لنا طول شراكتنا وتعرض رسمها في أول مجموعة إنتاج بعد شراكتنا. وبتقول سما في سرها خططوا زي ما انتوا عاوزين ابقوا قابلوني لو شفتوها تاني. وبتقول جيلان لأرتام أنا متشكرة جدا لعرض حضرتك لكن سامحني مش هقدر أقبله. وبيقول كران أنا مراتي بترسم هواية مش أكتر من كده. فبيقول له أرتام يبقى سامحوني أنا مش هقدر أقبل الشراكة دي لأن رسم جيلان هو اللي شدني ليكوا. فبيفكر كران شوية وبعدين بيقول له تمام هنجرب عشان ما نخسركش. فبيقول له أرتام كده تمام مبروك علينا الشراكة وبيمضوا العقود. وبيقول لهم أرتام أنا هستنى منكم ملف كل شهر يكون فيه رسومات جيلان وفريد بياخدوا جلشان معاه على القهوة. وبيقول لها الحمد لله محدش شافك وانت خارجة من البيت معايا خليكي حذرة دايما لأن مصطفى وليلى عينيهم علينا على طول. وبتقول له جلشان ما تقلقش. وبيوصل مصطفى وليلى وبيقولوا لفريد انت جبت جلشان معاك للمساعدة. وبيقول لهم فريد أيوة. وبيحاول مصطفى في الخباثة كده انه يفتح شنطة جلشان عشان يشوف هويتها لكن ما بيعرفش. وهنا أرتام بيقول لكران انت فعلا راجل محظوظ لانك اتجوزت ست جميلة من بره ومن جوه. وبيسلم عليهم وبيمشي
وبيوطي كران على جيلان وبيقول لها اطلعي على اوضتك، وبتقول سما الامير مستعد، وامير بيقول لها ما تقلقيش كل حاجه تحت السيطره. وبيسال مصطفى جلشان هي بنتك عندها كام سنه، وبتقول له 4 سنين. وبيقول لها مصطفى ده صغيره قوي وما تعرفش تاخد بالها من نفسها، سبتيها فين بقى وانتي بتقولي انك مالكيش حد غير هو فريد؟ وبتقول له جلشان سبتها مع جارتي لان عندها بنت في نفس عمر بنتي وبيلعبوا سوا. وبتبعت جونجا رساله لفريد وبتقول له فيها انا تعبانه قوي تعالى شوفني بسرعه. وبيرد فريد برساله وبيقول لها فيها ماشي انا جاي لك اهو. وبيقول فريد لليلى انا هروح لجونجا لانها محتاجه لي جنبها، وبيمشي. وبيقول مصطفى لليلى انا رايح وراه لاني مش ممكن اسيب جونجا معاه لوحدهم. وبتقلق ليلى وبتخاف انهم يتخانقوا مع بعض، وبتطلب من جلشان انها تاخد بالها من القهوه وهي بتروح وراهم. وبيقول كران لجيلان انا سمعتك وانت بتتكلمي مع ارتم في المطبخ امبارح، وطبعا اكيد خدعتيه بطريقتك علشان يحطك معانا في الشغل. وبتقول له جيلان ما حصلش وبطل ظلم فيا بقى. وبيقول لها كران هو انت لسه شفتي ظلم؟ وبيقلع الخاتم من ايديها وبيرميه وبيقول لها اللعبه انتهت روحي على اوضتك يلا. وبتمشي جيلان وهي حزينه. وبيقول جان لكران اللي انت بتعمله فيها ده كتير قوي، بدل ما تشكرها لان حلم اخوك اللي اتحقق ده اتحقق بسببها هي، وكمان بتزعق لها. فبيقول له كران بقول لك ايه انا مش ناقصك، وبيمشي وبيسيبه. وجونجا بتطلب من فريد انه يعمل لها شوربه عدس ويشربها لها بنفسه لانها مش قادره انها تقوم. وليلى ومصطفى بيدخلوا وبيلاقوا فريد بيشرب جونجا الشوربه. فليلى بتتضايق لكن طبعا ما بتقدرش تتكلم، وجونجا بتتغاظ وبتقول لهم انتوا ايه اللي جابكم؟ فبيقول لها مصطفى جينا لانك تعبانه ولازم نهتم بيكي. وبتقول لهم جونجا بس فريد موجود معايا امشوا انتوا. وبيقول لها مصطفى لا طبعا مش هيعرف يهتم بيكي زي اختك. وبياخد الطبق من فريد وبيديه لليلى وبيقول لها شربي اختك. وجونجا بتطلب من فريد انه يعمل لها شاي بالاعشاب. وبيقوم فريد يدخل المطبخ وجونجا بتزعق لاختها وبتقول لها ليلى انا جيت لاني خفت ان مصطفى يتخانق مع فريد، وبتحاول تشربها. فبتتعصب جونجا عليها وبتقول لها انا مش عاوزه. وليلى بتاخد الطبق وبتدخله المطبخ. وفريد بيحاول يتكلم مع ليلى لكن هي ما بتديلوش فرصه. وبتاخد جيلان هديه من على الارض وبتحطها في علبتها وبيرن رقم على جيلان، ولما بترد بتتفاجئ بملتم وبتقول لها ارجوكي هاتيلي بنتي عشان عاوزه اشوفها لانهم خدوها مني بالقوه وحبسوني وانا هربت، وكلمتك عشان تساعديني اشوف بنتي. وجيلان بتقول لها مين اللي حبسك وانت فين دلوقتي؟ وبيتقطع الاتصال. وبتدخل عالية وبتقول لجيلان انت كنت بتكلمي امي ارجوكي خديني لها. وملتم بتبعت رسالة لجيلان وبتقول لها فيها ما تحاوليش تتصلي عليا ولا تبعتي لي رسالة عشان ده خطر عليا، بس هاتيلي عالية وتعالي على العنوان اللي مكتوب عندك ومن غير ما تعرفي حد. وبيقابل فريد خاله في الشارع وبيسأله انت رايح على فين كده؟ وخاله بيقول له كنت جاي لك لان سكان الحي جولي البيت وقالوا لي ان في علاقه بينك وبين جونجا. فبيقول له فريد دهبك مع جونجا وانا فعلا بلعب عليها دور الحبيب علشان ارجع لك دهبك وانقذ ليلى لانها طلعت بريئه. وخاله بيقول له انت لسه بتقول على الافعى دي انها بريئه بعد كل اللي عملته فيا؟ يا حسرتي عليك. وبيمسك قلبه وبيقع على الأرض وبيفقد الوعي. فبيتخض فريد عليه وبيحاول يفوقه لكن ما بيفوقش معاه. وهنا جيلان بتقرر انها تاخد عالية لمامتها، وبيكون أمير الخبيث هو اللي خلى الشخص اللي خطف ملتم يسجل له تسجيل بصوتها وخده وعدل عليه عشان يخدع جيلان بيه وتعتقد ان ملتم هي اللي كلمتها فعلا وتاخد عالية على العنوان اللي بعته لها ويخلصوا منهم هما الاتنين. وهنا جيلان بتهرب بعالية من البيت. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عننا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.